السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا موضوع مهم زي ما قلنا قبل كده. حافظ على حمامك عشان الجو وحش، وزي ما انتم شايفين فرد حمام اهوت من اول حمام اللي وقع. وهنقول لكم على وصفة برضو تحافظ بيها على حمامك من البرد. خش يا عم صابر. السلام عليكم. بص يا عم محمد، اليومين دول بقى يومين اخطر يومين للحمام. بص الحمام ده سببه ايه يا جدعان؟ بقى ده سببه تغيير الجو. فكله طبعا بيستهتر بالموضوع ده. لا، الموضوع ده كبير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ اليومين دول يومين حر، سقعه، هوا، نطره، والحمام زي ما انتم شايفين الحمام مش مستحمل. تمام. فانا هقول لكم على وصفه كويسه جدا 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 للحمام ده. تعال نخش معاك كده. الحمام ده يا عم امبارح احنا شلنا منه المسا كلها، زي ما انتم شايفين كده. المسا كلها ممنوع اهي ومغسوله 100 100 من جوه اهي. تمام. يعني الحمام ده من امبارح كده عطشان. تمام. احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا بصلايه وجبنا التوم معاهم ليمونتين، تحطهم في الخلاط، تقشر ده كله تحطهم في الخلاط وتطحنهم مع بعض، وبتحطهم بعد كده تلمهم كلهم في ازازه واحده زي كده يوم. يعني دي معموله من امبارح، دي معموله من امبارح، فيها الثوم والخل والبصل ماشي والليمون زي ما انتم شايفين كده. ما بلاش خل، ثوم وبصل وليمون مع بعض. دي كده دي كده خمرت. هنفضيها كلها اهيت على الجنب اهوت. ده رافع مناعه جامد جدا جدا للحمام. انا فضيتها اهي ماشي. مش كده الحمام كله مات من العطش، لان معظم الحمام ده مع اليومين دولت بياخد برد جامد جدا 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 في معدته. وهنبدا ان احنا نمسك الحمام. تعالى يا اسطى معايا كده يا اسطى. اقفل الكشاف وخش. دي يا جماعه العشريات بتاع اخ ليا وهو مسافر وسايب اخوه طبعا. طبعا اخوه طبعا انا كنت اخوه مش في الحمام، فاتصل بيا اللي اطلع اشوف الحمام فيه ايه. بقى طلعت امبارح لقيت الحمام شوف كده، اللي ميت واللي مهزوز واللي تعبان. فاحنا هنبدا نعدل اهوت. ادي المسا كلها اهيت، المسا كلها مغسوله ومن جوه نضيفه. مش هقول لك بقى الحمام يشرب، لا، انت ذات نفسك تشرب المسا اهي. ده كل المسا بتاعت الاسس اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. وهنبدا نحط اهو. ده يا جماعه مقهر جامد 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 لمية فرد حمام. من الحمام ده مع تغيير الجو. وزع معايا كده هسه في البان كده. يلا كده هسه يلا. خش يابا تعالى. المفروض يا جماعه الحوار ده يتعمل، يعني مثلا لو اتعمل كل اسبوعين يبقى كويس جدا جدا للحمام. مش لازم ان انت ايه تستنى المسا الاخر. المفروض ان شاء الله الحمام ده يا عم صابر المسا دي تتحط على معده فاضيه، صح كده؟ طبعا. والحمام ده كده عطشان من امبارح، ها؟ من امبارح اهو من امبارح اهو. كل المسا دي من امبارح من الساعة 11 بالليل. تمام. المسا اتشالت. تمام. بحيث ان القص يشرب ويملى معدته منه. اهو تعالى انت اتفرج زي ما انت شايف اهو. كلهم وهينضف هم. معاه المعده جامد. يعني هو الحمام هينضف المعده. كله جاي يجري عشان الشرب. بص الاسوس كلها اهيت، كذا قص جايين بيجروا على المسا اهو زي ما انتم شايفين، عشان خاطر يملى معدته ويظبط نفسه، بحيث ان هو يشرب الخلطه اللي احنا عاملينها وينزل كل اللي في معدته يا محمد. وينضف كل حاجه بقى، ديدان، اي حاجه داخله عليه برد. بعد الكورس ده على طول يا محمد ان شاء الله. يعني احنا كده بدأنا ننضف المعده. تمام. الحمام طبعا كل طبعا تعبان ماشي. وفي حمام شامم من الحمام. انت مش مليان. ايوه ايوه.
عادي دول ولا ايه؟ الله ينور يا بورا. شكرا عليك يا حبيبي. يا رب تكونوا استفدتوا مننا، وان شاء الله استنونا في كل جديد، هنظبط الدنيا مع بعض. كل مرة كده يبقى في حاجة هنصورها لكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مننا. ولو استفدت بحاجة لايك وشير واعمل لنا اشتراك للقناة. استنونا في كل جديد ان شاء الله.